جماعه في كوميديا بتحصل على تويتر، على اكس دلوقتي. اللي ما يعرفش اكس بيبعت نوتيفيكيشن ليك للبوست اللي عليها انجيجمنت عالي اللي انت ممكن تبقى مهتم بيها، كل الناس اللي انت متابعهم وبرده بوست كان عليها انجيجمنت عالي. يعني كل شويه بيجي لي مثلا نوتيفيكيشن ان ساويرس كتب حاجه. المهم بقى له فتره بيجيب لي نوتيفيكيشن من سياده الرئيس وما كنتش بلحق اقراها، فالنهارده بقى قريت بس ايه ده؟ على الفيريفايد اكاونت حاجات زي كده، مثلا انتهيت منذ قليل باجتماعي مع وزير التخطيط العمراني، توصلنا الى قرار تغيير اسم العاصمه الاداريه الى مكسيكو سيتي، وانتهيت منذ قليل باجتماعي بوزير الكهرباء محمد شاكر وشددت معه على ضروره حل ازمه انقطاع الكهرباء بشكل عاجل وسريع في العاصمه الاداريه وميتين باقي البلد. هو في ايه؟ أتوجه بخالص الشكر والتقدير للشعب المصري بعد اختيارهم لي لولاية ثالثة في انتخابات لم يشهد العالم لها مثيلا من قبل في هزلياتها، وسأعمل بكل جهد أن أريهم أيام أسوأ من سابقيها. تلقيت منذ قليل اتصالا هاتفيا بوزير المالية بخصوص ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه المصري بشكل جنوني في الساعات الأخيرة، حلول ممكنة لوقف هذا الانهيار للجنيه المصري أم طبعا اكيد الاكاونت ده هو مكتوب جنبه بارودي، يعني محاكاه ساخره. واضح ان اللي عامله طبعا ستاند اب كوميديان. العلامه الزرقاء دلوقتي على اكس بقت تشترى بفلوس بركه في ايلون ماسك، فاخد العلامه الزرقاء. بس في كل الاحوال هو مكتوب هنا ان هو بارودي اكاونت. ده طبعا ضايق ناس، منهم مصطفى بكري اللي كتب التويته دي او البوست ده على اكس. كتب انه في حساب كاذب وساخر للاسف باسم الرئيس عبد الفتاح السيسي من صناعه اهل الشر حاصل على العلامة الزرقاء مقابل 300 جنيه شهريا تدفع للموقع. هذا الحساب على موقع اكس ينشر مجموعة من الأكاذيب على لسان الرئيس. عندما تحتج وتشكو يقال لك هذا الحساب ساخر، بل هو حساب للتضليل تسأل عنه إدارة الموقع. طبعا ده بعد أن قررت بيع العلامة الزرقاء لمن يريد. أم رد عليه بقى هو لم تخيب ظني يا مصطفى يا ابني، وأحييك على دورك المهم وحسك الوطني العالي في مواجهة هذه الشائعات، وهذا لا يصدر إلا إنسان. وطبعا when you click هتلاقيه نفس الحساب ده. وبالمناسبة الهاندل بتاعه مكتوب المكسيكي، فيعني أكيد مش هنغلط الغلطة دي ونفتكر إن هو الحساب الرسمي. بس إيه رأيكم في اللي بيحصل ده؟